صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى العجز والاستعلام. هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، بزملائي بالكنترول شيرين ومروان، وضيفي بالاستديو الدكتور عبد الرحمن حاجي، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. طبعا رح نحكي عن موضوع مهم كتير، هو البدانة. يا ترى شو هي البدانة، شو تصنيفاتها، شو يعني كتير من المحاور رح نناقشها مع الدكتور الضيف عبد الرحمن حاجي. نحن وانتو رح نرحب بضيفنا ونبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا وتأغنوا لقائنا، فيكم تسألوا أي سؤال يخطر على بالكم بما يخص موضوعنا اللي هو البدانة، وبما يخص مجال الجراحة العامة. ضيفنا الدكتور عبد الرحمن حاجي رح يكون بخدمتكم عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة على الواتساب 093 82 80 81 4، طبعا واضحة على الشاشة، وعبر صفحتي الإذاعة على الفيسبوك بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. بالبداية دكتور، كما مدخل لموضوعنا البدانة كتعريف، شو هو؟ البدانة هو عبارة عن مرض يتظاهر، مرض مزمن طبعا، يتظاهر بزيادة تخزين الشحوم بالجسم. تماما. بالمختصر المفيد، هو مرض مزمن مترقي كمان. يتظاهر بتخزين الشحوم، زيادة تخزين الشحوم بالجسم، سواء عدد الخلايا الشحمية أو حجم الخلايا الشحمية. تماما. يعني الموضوع واضح، وبالاختصار هو واضح. دكتور، أسباب البدانة، هلا الواحد عم يسأل حاله اللي عم يسمعنا، يا ترى ليش عم يصير بدين؟ هلا في عنا كتير أسباب للبدانة. أهم سبب هو الوراثة. شخصين مثلا عم يمارسوا نفس نشاط السلوكي الحياتي، وبياكلون، يتناولون نفس الوجبة تقريبا، واحد يطلع بدين واحد نحيف. هون دور الوراثة مهم جدا. نعم. السبب الثاني هو السلوك والبيئة. نعم. سلوكنا، قلة النشاط صار شائع هذا. نعم. وفرط الوارد الحروري، زيادة تناول كربوهيدرات ما نسميه سكريات. نعم. والدسم. في أسباب تانية للبدانة، أسباب مرضية مثل الأسباب غدية، قصور درق، كوشنج. في أسباب كتير أسباب بتعلق بنمط الحياة. تماما دكتور، مثل ما ذكرت هالمحور نمط الحياة. هلا سابقا كنا نلاقي قليل ناس بدينين، أما نتيجة التطور الحالي والراحة سواء كانت عند الإناث والذكور يعني، وبالأخص الدول الأوروبية ودول الخليج اللي الأكثر ربما إذا في نسب أو أرقام معينة يعني مسجلة عالميا، بنلاحظ مثلا أهل الخليج أغلبهم بدينين، وخصوصا الرجال، لأنه طبيعة عملهم كلها ركود يعني.
ما فيها حركة. قلة النشاط. هو انه جاي بدك توازن بين الوارد الحروري وبين الطاقة اللي بتستهلكها. تماما. هون في الاكثار من الوارد الحروري وقلة النشاط، قلة الطاقة المستهلكة. تماما. فهون بصير في تراكم، يعني تراكم الشحوم. هدول الشحوم بيتخزنوا بالجسم، بيعطينا منظر بداني. تماما. دكتور، موضوع البدانة إذا بدنا نحكي عنه، يا ترى في له تصنيفات، في له أنواع؟ تمام. هلا إلا أشكال كتيرة. كل جسم له شكل بالبدانة، مثل الشكل التفاحي، شكل إيجاصي، كل أشكال عديدة. نعم. تصنيفاتها في عدة التصنيفات. هلا الأهم اللي عم ناخد فيه هو مشعر البدانة BMI. هو معادلة وزن على مربع الطول بالمتر. نقيس الطول بالمتر هون. تماما. بالمعادلة. نعم. بيطلع عنا قيمة. هون هالقيمة الإنسان الطبيعي بين ال 18 والأقل من 25. هون الطبيعي. من 15 ل 30 هون نسميه ما وصلنا لحد البدانة، بس زائد الوزن، زائدي الوزن. من 30 لل 35 بدانة خفيفة، من 35 لل 40 بدانة متوسطة، فوق ال 40 بدانة شديدة. أو إحدى التصنيفات إنه من 30 لل 40 بدانة خفيفة، والبدانة الشديدة فوق ال 40. BMI يطلع فوق ال 40 كيلو جرام على متر مربع. تماما. إذا في أكثر من تصنيف للبدانة. نحن هلا بالعامية نقول إنه هذا الشخص سمين وهذا شخص ضعيف، ولكن عندكم طبيا في إنه مشعر مشان يعني في استطبابات طبية لكل مرحلة من المراحل، مثل معادلة يعني. أيوة، تماما. معادلة. حلو كتير. دكتور، هلا بنسأل حالنا، المستمع يسأل حاله، يا ترى البدانة إلها تأثير على الجسم؟ أكيد. شو هن أكيد. تأثيرات؟ تقريبا ما بيخلي شيء ما بيتأثر فيه. أكيد، لأنه الجسم هذا بيحمل هالوزن الزائد الفائض. أهمها هو موضوع السكري والمقاومة على الأنسولين. بيزداد على المقاومة على الأنسولين، وبيزداد المرض السكري عند البدينين. في عندك ارتفاع الضغط، أمراض قلبية بسببها، أمراض غدية، اختلال بالهرمونات، سواء بالقصة الإنجاب أو مبيض متعدد الكيسات، أو كتير مشاكل غدية من اضطرابات هرمونية بيعملها. دورة تأثيرها على المفاصل أيضا. ما ننسى المشكلة الأساسية هو المشكلة النفسية اللي بيسبب لها للمرض. طبعا أكيد. كتير مشاكل. يعني تقريبا هوية وتدخين ما بيخلوا شيء ما يحطوا صباعهم فيها. حتى بالسرطانات بيأثر، يعني في زيادة الاستروجين بيأثر على بعض السرطانات مثل سرطانات الثدي. إذن الشخص البدين دكتور هو مؤهب دائما وعنده فرصة يعني لتقبل الأمراض أو تأزم المرض، يعني يزداد مرض وسوء. حتى دكتور دائما نحن بالعمليات الجراحية الشخص البدين بيحسبوا له حسابات خاصة، يعني تماما. الطبيب التخدير بيطلب له عند البدين قصة طويلة عريضة، يعني لحتى يعملوا له العملية بيعملوا إجراءات طويلة عريضة خوفا من أمور معينة، يعني فأكيد لو تحكينا عن الموضوع هذا مثلا دكتور. بحكي لك عن قصة. إجانا مريض وزنه 149، يعني واصل ال 150 ضل كيلو بس. فبتعمل له، بعته عنده بطن جراحي. تمام. بطن جراحي. تبعته على الإيكو غير مفسر بشكل جيد للأسف، لأنه سماكة. تعمل له صورة بسيطة ما تبين معك شيء. تمام. تاخده على الطبقي، جهاز الطبقي ما راح يشيل هذا المريض هذا الوزن. في أوزان. في أوزان ما بيقدر يشيلها. تمام. فهون شو بتحتار خلاص فوته فتح بطن استقصائي. ومريض يعني بدين صعوبة عنده تفوته فتح بطن واستقصائي وعشي مجهول، ما بتعرف شو بده يطلع لك بالضبط. فالبدانة مشكلة طبية كتير عويصة. أكيد. إذن نحن بنتمنى يعني نبلش من حالة وننزل، يعني نتمنى اللي عندهم مشعر أو بداية بدانة يعني يبلشوا يحافظوا على وزنهم ويحافظوا على هالموضوع هذا، يعني يشتغلوا على هالمحور هذا. لحتى أذكركم للي عم يسمعونا هلأ عبر التردد 103.5 أنتوا عم تسمعوا إذاعة بوير FM، برنامج صحتك بالدنيا.
ضيفنا بالاستديو الدكتور عبد الرحمن حاجي، اختصاصي بالجراحة العامة والجراحة التنظيرية. اليوم عم نحكي الموضوع مهم وخطير، مو مهم بس خطير. هي البدانة. حقيقة المعلومات اللي حكاها الدكتور هي جدا مهمة وقيمة. رح ننتقل لموضوع العلاج. يا ترى دكتور، بعد ما تشخص وهلا من شوي حكيت انه ممكن بعض الاجراءات التشخيصية تكون ناقصة بسبب امور معينة واللي هن من اللي ذكرتهم. العلاج كيف بيكون؟ علاج هلا ولكل تصنيف دكتور من التصنيفات اللي كل ذكرتهم تصنيف له شكل علاج وشكل. تعامل خاص. مريض عنده وزن زايد، بدانة خفيفة، فيك تمشي فيه على الحميات، حميات بأشكالها المختلفة، في علاجات دوائية فيك تعالج عليها. أهم العلاج عنا خلينا نحكي عن الحمية. حمية نقلل من الوارد، لأنه هذا البدانة مو جاي من عبث، أو كما تماما. يقال الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم. هذا التخزين مو جاي عن عبث، مو جاي هيك لا بالله. تلاقي البدين يقول والله انا اكلي ما في وعم يزيد وزني، عم يزيد وزنه. هون طبعا بعد ما ننفي أمور أسباب معينة. الغدية اكيد. والأسباب الثانية النفسية، النهم النفسي وهالشغلات، بدنا ندور على السبب. إنه عندك لو يعني أول شيء جبت لك مثال إنه مريضين، واحد بدين، واحد نحيف، هاد طبيعته بياكل نفس الطعام، نفس بياكل نفس الاكل، بنفس الطعام، البيت بس ونفس عنده كمية الاستهلاك للطاقة قليلة، طبيعة صح. جسمه هيك. فهون لازم يخفف لي وارد الحروري، خاصة السكريات. نعم. وبدنا نكتر من الحركة، ايوه. نكتر من أكل الألياف. نعم. يعني مرضانا تبع الجراحة العامة أغلبيتهم من قلة الأكل الألياف. نعم. فالبدانة مو مرض للدول المتقدمة أو الغنية فقط، هي الفقراء كمان. يعني مريض تغذيته كلها كربوهيدرات، سكريات، يأكل خبز، يعني رز معكرونة بياكلها بخبز مشان يشبع أبكر. فهون هاي كلها طاقة عم يخزنها بالجسم، وعنده قلة حركة، عنده ما في تمارين رياضية، ما في حرق لهالسعرات الحرارية. ما في حرق للسعرات الحرارية. تماما. فبتخزن بالجسم. الحمية والرياضة، الحركة أهم العلاجات. في عنا علاجات دوائية مثل مضادات الشحوم، مضادات امتصاصات السكر. هدول العلاجات نستفاد منه. في علاجات كابحة للشهية، مشكلة لها تأثيرات جانبية. نحن بغينا عنها، ما نكون بشي منفوت مريض بشي تاني، فبغينا عنها. هون العلاجات اللي عنا كلها مؤقتة، تترك العلاج ترجع للبدانة من الأول جديد. نسبة الفشل فيها كبيرة تماما. إذن كتير بنلاقي دكتور ناس بيخسروا وزنهم نتيجة نظام معين، بعد فترة بيوقفوا النظام هذا، بيرجع المريض إذن الموضوع هو مرتبط بالالتزام. تمام. والبدانة المفرطة اللي تحتاج لموضوع الجراحة، هاي هي لو تحكي العلاج عنها. هلا بدانة مفرطة، العلاجات الجراحية عنا عدة طرق الجراحية مارسوها من زمان لحد هلا. الأشيع شيء هو تكميم المعدة، قص معدة طولاني. هو إجراء الأمانة كتير جيد، بيحافظ لك على الوزن ثابت. في عندك تحويل مسار، في عندك طي معدة، في عندك وضع حلقة بالمعدة. في إجراءات تانية مثل وضع بالون بالتنظير الهضمي بالمعدة. تمام. طبعا نحكي كل واحد هيك شوي عن هيك مرور مزايا ومساوئ. تكميم المعدة، بتقص معدة شي 80% 70-80% من حجم المعدة، بتعمل المعدة طولانية. هون نستفاد منها بشغلتين. الشغلة الأولى هو إنه قاع المعدة المسؤول عن إفراز هرمون جريلين اللي بيسبب لنا هذا الشعور بالجوع، نخلص تقريبا
منه. ومنقص الوارد الفموي، نقص الوارد الفموي للوارد الداخل على الجسم. هون نستفاد منه، طبعا له حدود. فمثلا المريض عندك BMI تبعه 40 معه سكري، هون أنا بدي نقص وزن سريع. ما فيني هلا نعمل له الأحسن من تكميم المعدة هو تحويل مسار لهذا المريض. كيف دكتور تحويل مسار؟ تحويل المسار هو عبارة عن نقلل من الأمعاء الوظيفية، الأمعاء اللي بتقوم بالامتصاص. ما بنقص الأمعاء من زدها، بس نقلل من حجمها. تقريبا نخلي تقريبا شي 100 متر و60 مترين متر من الأمعاء الدقيقة نوصلها بالجيب من المعدة الصغير اللي بقيان. وهون بتقلل الامتصاص كمان. هون نستفاد من غير انه نقلل حجم المعدة، نقلل من الامتصاص الطعام. تماما. هون نتيجة اسرع بتجي تماما. بس مشاكلها كمان اختلاطات الجراحة بشكل عام. عندك تسريب، نزف، اختلاط انتانات. بالتحويل المسار عملية أطول، بتحتاج الوقت أطول. تماما. بتحتاج الإجراءات العملية يعني العملية أصعب تجي. عندك فرصة التسريب وهالشغلات كلها بتجي أكتر من القص المعدة الطول، على حساب مساحات أكتر، يعني مساحات جراحية وخياطة وأمور هاي. لا هي خلينا عن نقطة إنه تطورت جراحة البدانة بعد تطورت الجراحة التنظيرية. المريض بدين، يعني قلنا لك بالأول فتح بطنه صعب، بدك جرح أوسع. صح. هون لما تطورت الجراحة التنظيرية صار الإجراءات الجراحة على البدانة كتير أسهل، ونتائجها أحسن من الفتح الجراحي بكتير. تماما. دكتور هلا حكينا هيك شوي، كنا يعني موضوع المخاطر، يعني الخطورة لإجراء عمل جراحي لهيك شخص بدين وواصل لوزن معين. يعني طبعا مثل ما شفنا في مشاهير بالعالم عملوا هالعمليات وهن هلا عايشين وحافظوا على وزنهم. إذا النتيجة هي ممتازة وإجراء جيد، ولكن المخاطر والاختلاطات اللي عم تحصل. الإجراء الثابت للبدانة هو الجراحة. الإجراء الثابت هو الجراحة، رغم إنه المثالي خلينا نقول الثابت. ما في شيء عندنا مثالي. الثابت الأحسن هو الجراحة. نعم. تحافظ على وزنك. نعم. مخاطرها في عندك بيتعرضوا على النزف. مريض ممكن مخاطر أي عملية جراحية، مخاطر تخديرية. نعم. خاصة بدين مخاطر الأكبر. أكيد. تجي الأشخاص المرشحين بدك يكون شخص بين 18 و65 سنة عمرهم. عندك اختلاطات مثل التسريب، نزف، انتانات، فرط نقص الوزن خاصة بعملية تحويل المسار. عندك ممكن يتعرض لفرط خسارة الوزن. هون نحتاج لعملية ثانية، عملية ثانية وإصلاح مسار. بعد ما عملنا تحويل مسار وصار عندنا فرط خسارة الوزن، نحتاج إصلاح تحويل. تماما. إصلاح المسار. تفضل دكتور إذا حابب تعلق أو تتابع النقطة. ولكن الأخت جيهان عم تسأل عبر تعليق: دكتور السمنة اللي جسمه مثل التفاحة لازم يعمل حمية رياضية، واللي مثل الأجاصة السمنة منيحة؟ ما بعرف، يعني المهم كأنه عم تحكي عن المفارقة بين التفاحة والأجاصة. لا هذا مرتبط بكل شخص. يعني الشائع انه عند الذكور التفاحة هي بتجي، وعند الإناث إجاصية بتجي. ممكن بالعكس، يعني ممكن قليل، ممكن نادر ممكن يعني. نعم. لكن هلا اعتمدنا على مشعر. لو انه هذا المشعر كمان يعني غير كافي، انه BMI المشعر البدانة عم نعتمد تقريبا عليها في مشعرات تانية مثل قياس محيط الخصر وهالشغلات. المشعر اللي عم نعتمد عليها BMI نعتمد عليها على التنحيف المرضي، البدانة المرضية. تماما.
حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور عبد الرحمن حاجي، اختصاصي بالجراحة العامة. عم نحكي اليوم هيك على البدانة. يعني مؤخرا صار كتير من الناس عندهم يعني هالحالة هاي، ربما تصنف كمرض أو كحالة، يعني نحن هيك حكينا، ولكن من البداية شرح الدكتور إن هي حالة مرضية. دكتور، حكينا عن الاختلاطات. أي محور تاني حابب إنه تعلق عليه؟ نحن دائما بلقاءاتنا عبر منبر بوير بنوجه نصائح من قبل الطبيب الضيف. قول بهار، إذا في سؤال اكتبي قبل ما ننهي اللقاء. الأخت اللي على البث المباشر، أي حدا حابب يكتب أي سؤال عبر تعليق، أكيد رح يعني نذكر تعليقكم أو سؤالكم ونطرحه على الدكتور. نصائح نختم لقائنا للمستمعين، سواء اللي عندهم يعني متجهين نحو البدانة أو البدينين، أو اللي عندهم نمط غذائي، نمط حياة غير صحي. يعني نترك المايك لك. هلا نسبة البدانة بالسوريا تقريبا إحدى الإحصائيات تقول تقريبا زائدي الوزن مع البدانة 30%. نسبة لا بأس بها يعني. بس بيها خاصة بعد الشيوع مرضى السكري ومرضى الضغط أمراض القلبية. تماما. نعم. بيعتبر البدانة ثاني أشع سبب للموت البطيء بعد التدخين. أيضا مرض مميت بيعتبر طالما اختلاطاته مميتة. أكيد. كل شو بتنصح المستمعين دكتور؟ هلا اهم شيء هو انه بيجيك المريض والله ما عندي قدرة على الحمية، حميات تبعكم ناكل لحم وهالشغلات ونترك الخبز طيب ما فيك تاكل لحم، في عندك خضروات، في الياف. اهم شيء هو نقلل من الوارد الحروري، من السكريات، من الكربوهيدرات، خبز، رز، بطاطا، هالشغلات، ونكتر من الالياف، نكتر من الرياضة، الحركة، نكثر من الحركة، النشاط الحركي نمارس الرياضة تقريبا ساعة يوميا. تمام. ساعتين عند الشباب. عند الكبار بالعمر ساعة تقريبا يوميا. بدنا نلتزم بالحمية مع الرياضة. هلا الرياضة لحالها واحد بده يسمن كمان بيمارس الرياضة مع الإكثار من الوارد الفموي، من الإكثار من الوارد الحروري عفوا. نعم. أما بدنا نفقد الوزن، بدنا نقلل من الوارد الحروري ونكسر من الرياضة. معادلة عكسية يعني. معادلة عكسية تماما. الأخت قلبهار ما بعرف عم تسأل، الساقين عندي بدينين، فيها دوالي، هل يجوز العملية؟ عملية شو؟ عملية الدوالي ولا العملية هلا الساقين بحد ذاتهم بيكون دوالي شغلة تانية، هاي وزمة بنسميها، مو بدانة، وزمة هذا مو أما إذا من تخزين الشحوم، مو تخزين الشحوم. أما إذا هي بتقصد إنه هي الساقين عندها بدينين ما عدا الوزمات اللي الساقين لحالهم بدينين، مو هالمشكلة يعني أكيد. بنهاية اللقاء هذا شكرا لك دكتور عبد الرحمن حاجي، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية، على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. يا أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله بنكون قدمنا معلومة. شكرا لك. يعطيكم العافية. شكرا لزملائي بالكنترول، وشكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا ومشاهدينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص
تجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.